انتهى اللقاء، فاز النادي الأهلي بالقمة 131، ولكن كانت مباراة الحقيقة قوية من جانب الفريقين، وتشجيع كان أكثر من رائع. ولفتة لازم أقف عندها، وهو حد من جمهور الزمالك شاب كان حزين جدا في الشوط الثاني، وهي في الآخر دي حلاوة الكورة. رسالتي ليه، يوم هتبقى كسبان ويوم هتبقى خسران، طول ما أنت بتشجع نادي كبير بص لبكرة وافرح. الزمالك نادي كبير وهيفضل كبير. هارد لك لنادي الزمالك، ومبروك للنادي الأهلي وجمهوره. كابتن أشرف، شوط تاني مختلف تماما. طبعا شوط تاني مختلف، ويمكن احنا ما بين الشوطين انا قلت لك يا كابتن سيف نادي الزمالك هتلاقيه هيحاول ان هو يحافظ على او يحاول ان هو يسجل هدف ويحافظ على المكسب ده، لكن هو اللي حصل التعامل مع الشوط مع المباراه في الشوط الثاني ما كانش كما ينبغي. يعني انا شايف ان الزمالك تراجع لوسط ملعبه، ساب مساحه كبيره جدا للنادي الاهلي ان هو يقدر انه يمسك الكوره ويعمل عمليه استحواذ. الضغط اللي كان بيتلعب على لعيبه النادي الاهلي ما كانش بالشكل المطلوب. المشاكل اللي حصلت الدفاعيه اللي حصلت في المباراه، يعني يمكن احنا لو احنا كنا نتفق مع بعض ان لغايه الكوره بتاعت محمد شريف واللي لم فيها حسام عبد المجيد كنت ممكن اختار حسام ان هو رجل المباراه، لكن بعد الكره دي هو تعامل معاها بشكل مش كويس كمدافع. في الكره اللي زي دي بلغه الكره بنقول ما بيبيعش نفسه يعني. وفي نفس الوقت برضه محمد شريف اتعامل معاه كويس جدا، وحسين الشحات طبعا قدر ان هو يحرز هدف. لكن انا عاوز اقول نقطه، ان التغيير مهم جدا. تغييرات المدرب للاعب ينزل مهم جدا، ان انت يبقى عندك لاعب يقدر يغير من نتيجه المباراه، وده اللي حصل مع حسين. بس السؤال هنا، كان حسين ممكن ينزل لو محمد طاهر ما كانش اصيب ولا لا؟ لكن هو حسين قدر يستغل الوضع بتاع فرقته وتعامل مع المباراه بشكل كويس جدا. اسئله كتيره يا كابتن، ردا على حضرتك. اسئله كتيره جدا على عماد النحاس النهارده. لو حضرتك هتسال هو حسين كان ممكن ينزل، هو السؤال الاهم هو حسين فين بالظبط كده. هو السؤال الاهم احمد عبد القادر كان فين؟ لا، حسين رد علينا لما نزل، يعني رد علينا او على الناس كلها اللي بتقول هو حسين ليه ما ابتداش المباراه. مع احترامي الكامل اشرف بن شرقي كان يعني لعيب كويس ولعيب كبير وكل حاجه، لكن هو كان عنده نوع من البطء في الاداء. حسين لما نزل كان عنده سرعه في الاداء. ان على الجانب الاخر من نادي الزمالك، الفينا يمكن الكره الوحيده اللي عملها بالنسبه لي انا شخصيا الثرو باص اللي عمل العدي الدباب، لكن باقي المباراه هو مش موجود، ما فيش حاجه في فاعليه او في انتاج داخل اسال حضرتك سؤال بره الفنيات شويه، هل النهارده اداء حسين الشحات يغير مستقبله القادم؟ طبعا مفيش كلام. مباراه الاهلي والزمالك دي بالذات ممكن ترفع من لاعب، وممكن تبعد اللاعب عن يعني ممكن اللي ماشي ما يمشيش. طبعا بنسبه كبيره جدا. يعني انت لما تيجي تتكلم على حسين الشحات دلوقتي هتقول حسين الشحات احنا ممكن نسيبه، ممكن نستغنى عنه، ولا هيفضل مستمر معاك بعد الاداء اللي عمله؟ اكيد هيفضل مستمر.